اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع طبي حساس شويه وبيسبب قلق اكتر ما بيسبب فايده في بيوت كتير، وهو تحاليل الاطفال. تحليل طالع مش مظبوط، الام تقلق، الاب يدور على جوجل، ندخل في دوامه تحاليل تانية ثم ادويه وخوف واحيانا تشخيصات ملهاش داعي. السؤال المهم بقى، هل اي تحليل غلط معناه ان الطفل تعبان، ولا احيانا التحليل نفسه هو اللي بيضلل الدكتور والاهل؟ تعالوا نفهم مع بعض بهدوء. خلينا نبدأ من نقطة أساسية جدا. الفكرة الأساسية إن التحاليل أدوات مساعدة، مش تشخيص ومش حكم نهائي. الطفل ده مش رقم في ورقة، الطفل ده قصة كاملة. ايه الأعراض بتاعته، الفحص بتاعه عند الدكتور كان عامل ازاي، تاريخه المرضي عامل ازاي، وبعدها التحليل. لو الترتيب ده اتعكس هنا المشاكل هتبدأ. طب ليه بقى بنشوف تحاليل غلط والطفل يبقى قدامنا طبيعي؟ مبدئيا لازم نفهم ان التحاليل ليها مدى طبيعي واسع جدا عند الاطفال حسب عمر الطفل. اجسام الاطفال مش زي الكبار، في قيم كتير في التحاليل ممكن تطلع اعلى او اقل، وده طبيعي حسب السن. يعني مثلا لو طفل عنده انيميا بسيطه جدا من غير اعراض ومن غير تاثير على نشاطه، مش زي شخص بالغ. لكن لما الاهل بيشوفوا العلامه الحمراء او الرقم مكتوب بالاحمر يخافوا، وده الخطا الاول. الرقم اللي بالاحمر ده مش شرط يكون معناه مرض. في سبب تاني شائع جدا وهو توقيت التحليل. لو التحليل اتعمل اثناء دور برد، بعد حراره، بعد تطعيم، او حتى بعد بكاء شديد من الطفل، ممكن يطلع فيه مشكله، زي مثلا السي ار بي او معامل الالتهاب يطلع عالي، او كرات الدم البيضاء مش مظبوطه، من غير ما يكون فيه مشكله حقيقيه. الجسم هنا كان بيتعامل مع حاجه بسيطه ومؤقته، ولكن التحليل صور اللحظه دي. بعد اسبوع كل حاجه ترجع طبيعيه. خليني اقول لكم مثال عملي شائع جدا، وهو صوره الدم او السي بي سي او الكومبليت بلاد بيكتشر. دي واحدة من أشهر التحاليل اللي بتتعمل للأطفال. طيب إمتى نقلق وإمتى نطمن؟ صورة الدم دي من أكتر التحاليل اللي بتعمل قلق. تيجي أمي تقول لي الهيموجلوبين ناقص أو كرات البيضاء عالية. السؤال الصح هو الطفل كان عامل إزاي؟ الطفل كان تعبان؟ هل كان فيه أعراض؟ هل كان فيه شحوب؟ هل كان فيه تعب؟ أنيميا بسيطة زي ما قلنا من غير أعراض في طفل نشيط غالبا محتاجة شوية تغذية زيادة، متابعة مش أكتر. كرات دم بيضاء عالية شوية مع دور برد، ده غالبا تفاعل طبيعي. المشكلة إن الناس بتمسك التحليل وتنسى الطفل نفسه. زي مثلا تحليل تاني بيعمل لخبطة كبيرة جدا، وهو السي ار بي او السي رياكتيف بروتين او معامل الالتهاب. ناس كتير بتتعامل، للاسف بعض الاطباء بيتعاملوا مع السي ار بي ده ان هو عالي يبقى ده التهاب خطير، ولكن الحقيقه ان السي ار بي ده مؤشر مش تشخيص. ممكن يعلى مع فيروس، ممكن يعلى فعلا مع بكتيريا، لما ممكن يعلى مع اجهاد، مع تطعيم، مع التهاب بسيط. الرقم لوحده من غير اعراض ومن غير فحص ما بيقولش حاجه. زي برضو خطأ مرتبط بالسي ار بي ده، وهو المضاد الحيوي علشان رقم، لان ده ممكن يضر اكتر ما ينفع. ونيجي لتحليل من اكتر التحاليل اللي بتطلع ايجابيه بالغلط، وهو تحليل البول. تحليل البول ده مثال كلاسيكي للي احنا بنتكلم عليه في حلقه النهارده. يعني عينه لو اتاخدت من الحفاضه او من غير تنظيف كويس، او الطفل ما اتبولش كويس، ممكن يظهر فيها رقم يدل على صديد او بكتيريا او دم بسيط، والاهل طبعا يتفزعوا. لكن الحقيقه ان تحليل البول ده لازم يتاخد من عينه نظيفه ويتعمل له مزرعه عشان نتاكد ان في التهاب في مجرى البول ولا لا. غير كده النتيجه دي ممكن تضلل الدكتور او تضلل الاهل. طب امتى بقى يا دكتور تبقى التحاليل فعلا مهمه؟ يعني امتى التحاليل دي تكون ضروريه ومفيده؟ التحاليل تكون في مكانها لما يبقى في اعراض واضحه عند الطفل، في شك عند الدكتور اكلينيكي في حاجه معينه، في تكرار لمشكله، او لو بتابع مرض معروف. يعني التحليل ده المفروض يجاوب لي كدكتور على سؤال محدد، مش يلا نعمل تحاليل ونشوف. لكن من الاخطاء اللي بتعمل قلق بدون داعي ان يتعمل تحليل من غير سبب، او ان التحليل يتكرر بسرعه، او ان احنا نقارن طفل بطفل، او نفسر التحليل على الانترنت، او نركز على رقم واحد وننسى الباقي. دي كلها اسباب تخوف، مش اسباب طبيه منطقيه. لو طلع تحليل مش مظبوط، وده بيحصل مع اطفال كتير جدا، لازم نسال هل في اعراض، هل في فحص غير طبيعي، هل الدكتور كان فعلا قلقان. مش كل تحليل محتاج علاج، ومش كل رقم محتاج دواء. احيانا احسن علاج هو المتابعه عند دكتور الاطفال، اللي ممكن يتابع الطفل بهدوء من غير ما يحتاج يديله اي ادويه. في النهايه يا جماعه التحاليل مهمه، ولكن اخطر حاجه انها تتحول من اداه طبيه تساعد الدكتور لمصدر خوف. الطفل يتشاف الاول قبل ما الورقه بتاعت التحاليل تتقري. ولو حسيتي ان التحاليل دخلتك في قلق، اسالي وافهمي وما تستعجليش. ولو الحلقه دي فادتكم، شاركوها مع اي اب او اي ام بيجروا ورا التحاليل من غير ما يعرفوا ايه السبب اللي وراها، واكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر تحاليل قلقكم قبل كده وكان عامل ازاي نتيجته. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان توصلكم حلقاتنا الجديده اول باول. انا دكتور يوسف، ودي قناه دكتور كيدز. اشوفكم على خير.